أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنستعرض فيلم كوميدي كلاسيكي من أعوام الخمسينات، إسماعيل ياسين في الأسطول، بطولة النجم العظيم إسماعيل ياسين. يلا بينا نخش على ملخص القصة مع أهم المشاهد اللي خلت الفيلم ده من علامات الكوميديا المصرية. القصة بتبدأ مع رجب، شاب طيب على نياته، بيحب بنت عمه نادية حب من طرف واحد، وطرفه كمان عايز يزوغ. بس المصيبة مش في الحب، المصيبة إن أم نادية، الست اللي بتتمنى تبقى حماة السنة، مصممة تجوز بنتها لواحد غني عشان الحب ما بيكلش عيش على رأيها. بس نادية اللي قلبها لسه فيه شوية رحمة قالت لرجب: روح اتطوع في الأسطول، يمكن أهلي يقتنعوا بيك. وطبعا رجب اللي لو شاف البحر بيدوخ قال: ماشي يا نادية، عشانك أخش النار، قصدي البحر. وهوب، رجب دخل الأسطول، وهناك بقى قابل شلة ما تتعوضش: منير ابن الناس الغنية اللي دخل الجيش عشان يزوغ من الجوازة، وعبد البر الفيلسوف بتاع الوحدة اللي كل ما يتكلم تحس إنه بيشرح لك نظريات أفلاطون بس بطريقته. التلاتة دول بقوا أصحاب وبدأوا رحلة التمرين العسكري، أو بالأصح رحلة الهزار الجماعي. يعني تخيل واحد بيقع وهو بيعمل تمارين، والتاني بيغرق في البحر وهو واقف على الرصيف، والتالت بيجري من العساكر وهم أصلا نايمين. وطبعا ما ننساش الأسطورة الشاويش عطية، اللي دايما صوته أعلى من المدفع بس قلبه طيب، ولو سمعته بتضحك في التمرين يقولك: انت بتضحك على ايه يا عسكري؟ رجب وهو في الأسطول اكتشف إن الدنيا مش كلها ضرب ونوم، فيه كمان مؤامرات. والله، طلع فيه واحد اسمه عباس الزفر اللي عايز يجوز نادية، وفي نفس الوقت بيحاول يبوظ على رجب أي أمل في الجواز. وهنا بيجي الدور على عبقرية الشباب. منير وعبد البر بيقترحوا فكرة: نعمل مسابقة ينصيب في الكتيبة، اللي يكسب ياخد الفلوس ويسدد بيها ديين عيلة نادية ويكسب قلبها كمان. واللي حصل، القرعة طلعت لرجب: يلا يا بطل ارجع البلد وافرح. بس رجب ما ينفعش يفرح بسهولة، نسي الفلوس في المركب، ومين وراه أصحابه والشاويش عطية بيلحقوا. مشهد مطاردة ما يتنسيش، ورجالة الأسطول بيجروا وراه كأنهم بيطاردوا جاسوس مش عاشق مسكين. وفي وسط الزحمة بيحصل اشتباك مع رجالة عباس الزفر، بس بما إن دي كوميديا فالاشتباك بيخلص بتربيزة طارت، وواحد وقع في الماي والتاني لسه بيدور على نضارته. وفي الآخر الحب بينتصر، ورجب يتجوز نادية والعيلة كلها فرحانة. حتى الشاويش عطية قال: أهو الجواز خلصنا من واحد كان هيموتني كل يوم في التمرين. وفيلمنا بيخلص بالضحكة الحلوة والفرحة اللي بتجمع الحبايب. إسماعيل ياسين في الأسطول مش بس فيلم، ده ذكرى من الزمن الجميل، كوميديا خفيفة وسينما فيها قلب. لو عجبتكم القصة متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا في ملخصات تانية لأفلام زمان.